الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة معانا على قناتنا ناجية من جحيم نرجسي. فيديو النهاردة مش هتكلم فيه عن النرجسية ولا صفات النرجسي ولا اللي بيعملوا معاكي النرجسي. هتكلم فيه عن ظلمه وعن بشاعة ظلمه ليكي، وان كتير بيطلع في دماغك سؤال دايما دايما بيلح عليكي زي ما بيلح عليا بالظبط. ليه ربنا سايبه؟ ليه وهو ظالم ما بيحصلوش حاجة؟ تعالوا نتفق إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق، اسم من أسماء الله الحسنى الجميل، اسمه الحق. ربنا خلق الدنيا بالحق. وإن ربنا سبحانه وتعالى العدل، اسم من أسمائه برضو العدل. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يعني الكون ده كله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بالحق. وخدي بالك ان دي حاجة ثابتة، دي ثابت من ثوابت ربنا سبحانه وتعالى الحق. ان ان هو العدل، ان هو الحق، ان هو اللي ما بيظلمش، ان هو اللي بيمهل الظالم لكن بياخده بعد كده اخذ عزيز مقتدر. لازم تبقي متأكدة من ده. ربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. ألا تطغوا في الميزان يعني ما تجوش على حق حد، صح ولا لأ؟ ربنا ما بيحبش الظالمين، ما بيحبش الظالم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ربنا مش بيهديه. طب ليه؟ ليه إحنا بنشوف إن النرجسي واللي بيعملوا معاكي أو أي ظالم، أهله اللي في الغالب بيكونوا زيه بيدافعوا عنه، بيقفوا معاه حتى في ظلمه عليكي وفي ظلمه الشديد كمان، بيساندوه بيقووه، ليه ربنا سبحانه وتعالى سايبهم؟ ده حتى ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء حرم الظلم على نفسه. ربنا سبحانه وتعالى في حديث قدسي بيقول: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي. صح ولا لا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. تمام؟ فازاي ربنا سبحانه وتعالى القادر الجبار القوي اللي يعني خالق الكون خالق الأرض وما عليها وكلنا تحت رحمته، حرم الظلم على نفسه؟ ازاي بني آدم يظلم؟ ازاي؟ من مين اللي اداك الحق انك تظلم اصلا؟ فانت لما تشوفي النرجسي ظالم جبار مفتري أناني، آه عنده استعداد يظلمك ظلم بين، وعارف ومتأكد إنه بيظلمك، وعارف ومتأكد إنه بيعمل فيكي يعني حاجة كبيرة عند ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك مستمر في ظلمه، ما بيخافش، ما بيجرالوش حاجة كمان. بتيجي مثلا أسئلة ليا تقولي: انا مهما ادعي عليه ما بيجرالوش حاجه، بالعكس ده صحته كويسه جدا 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 وشغله ماشي زي الفل، وربنا بيديله اكتر واكتر، ده لسه مغير عربيته، ده لسه جايب شاليه في مش عارف فين، ده لسه عنده شقه فين، ده ربنا عمال يديله يديله يديله. ليه يا رب؟ هو انت مش شايف ان هو ظالمني ولا انا مش مظلومه اصلا؟ متكبر جبار، عينيه بتطق شرار طول الوقت، طول الوقت متربص لك، وطول الوقت بيدور ازاي يحرق دمك وازاي يكيدك وازاي يقهرك. والله والله يا جماعة، انا يعني الجملة دي انا سمعتها من النرجسي ومن اهله بالنص كده: احنا طول ما احنا موجودين وعايشين عايشين عشان نقهرك. تخيلوا، تخيلوا إحساس
الواحد يعني إحساسي أنا لما سمعت الجملة دي، ليه؟ ليه الشر ده؟ أنا عملت لكم إيه علشان يكون جزائي كل الكره وكل الشر ده؟ عايشين في الدنيا وكل هدفكم في الحياة إن انتوا تقهروني. ياه. بقيت ألجأ لربنا وأقول يا رب، يا رب، أنا مش عارفة حكمتك من إنك سايبهم يظلموني وسايبهم ومش بيجرالهم حاجة، ومهما أدعي ومهما حسبن ومهما أقول ومهما أقول برضو مش بيجرالهم حاجة، بالعكس بيزيدوا أكتر في ظلمهم. بيزدادوا تمسك وقوة مع بعض قوي قوي قوي. بحس إن هم إيد واحدة مع بعض جدا. بحس إن هم يعني ما عندهمش ذرة إحساس باللي ممكن يكونوا عملوه فيكي، ولا اللي عملوه في اللي جواكي، في نفسيتك يعني. وبدأت أتعب، وبدأت أقول ليه يا رب؟ ليه؟ كل دي فتنة، فتنة بتحصل للظالم، وبتحصل كمان للمظلوم. يعني بتحصل للنرجسي لأنه طول ما هو بيظلمك وبيشوف نفسه ما بيجرالوش أي حاجة بيفتكر إن هو كده صح، وإنه ما بيعملش حاجة وحشة فيكي، بدليل إن ربنا ما بينتقمش منه، بدليل إن ربنا بيوسع عليه وبيديله وبيفتحها في وشه أكتر وأكتر، وبيوسع عليه رزقه وبيديله بركة فيه وي 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 وكل الكلام دوت. وبتحصل فتنة للمظلوم اللي هو انتي، انك بتسألي نفسك طول الوقت هو فين ربنا؟ فين ربنا من كل اللي بيحصل لي؟ انا بدعي كتير ومقهورة وظلم باين واقع عليا، ومفيش حاجة بتحصل له، ومفيش حقي ما بيرجعليش، فبتفتني. كل ده ربنا سبحانه وتعالى زي ما بنقول يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. ما تخلوش حاجة زي دي تفتنكم. اصبري، اصبري وشوفي ربنا سبحانه وتعالى هياخد لك حقك ازاي. مش لازم ان انت تشوفيه مثلا جراله حاجة، اتشل، خبطته عربية، مش عارف ايه، زي ما بنقعد ندعي كده بينا وبين نفسنا حتى، ومش عايزين نطلع الدعاء جهرا كده. بس هتشوفي كسرته وقهرته وحرقة قلبه وحزنه الشديد اللي ملازم حياته وملازم نفسه طول الوقت. هو طول الوقت حزين، طول الوقت خايف، طول الوقت آه مش سعيد، مش عارف يحس بالسعادة زي ما احنا بنحس بيها، مش عارف يحس بالطمأنينة، مش عارف يحس بالأمان. كل ده من غضب ربنا الشديد عليه. اعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك حقك، وهو فعلا فعلا في كل وقت بيجيب لك حقك. آه ما تقلقيش ابدا ابدا من حاجة زي دي. وربنا سبحانه وتعالى قادر، قادر على كل شيء يوريكي لحظة هلاك الظالم. طب هو انا ينفع ادعي عليه؟ اه ينفع تدعي عليه، بدليل كل المشايخ، وهجيب لكم فيديوهات تثبت كلامي ان فعلا ينفع تدعي على اللي ظلمك عادي. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فما بالك بإنسان بيظلم إنسان؟ فدعوة المظلوم عند ربنا ليس بينها وبين الله حجاب. ادعي زي ما انت عايزة، واستعيني بقدرة الله سبحانه وتعالى على من ظلمك، استعيني بقدرة الله سبحانه وتعالى على من ظلمك، عادي جدا. قول يا رب اللهم أرني قدرتك، اللهم أرني قدرتك علي وعلى من ظلمني. ادعي عليه بالاسم، ادعي على أهله، ادعي على أي حد ظلمك وانت فعلا حاسة انك مظلومة. ربنا ما بيحرمش أبدا أبدا انك تظلمي عليه، انك تدعي عليه، سوري. لازم تبقي عارفة ان الدنيا دوارة. ربنا هيحاسب الظالم بظلمه، مش هو لوحده، هيحاسبه هو واللي معاه، اللي معاه اللي سندوه وقووه، واللي دبروا له وخططوا له وقالوا له برافو استمر، واللي شجعه على ظلمه هيتحاسب،
هيتحاسب لأنه عارف إنه ظالم، عارف إنه أواه على ظلمه، عارف إنه ما رفعش الظلم عنك. ده مش بس ما رفعش الظلم عنك، ده كمان حاول يقنعك إن انت اللي غلطانة، حاول يعمل لك غسيل مخ زيه زي النرجسي بالظبط. هيحاسب كمان اللي صدق من غير ما يتأكد كلامه عليكي، وحملة التشهير والكلام البشع اللي بيقولوا عنك. كل اللي صدقوا من غير ما يتأكدوا ظلموكي، هم كمان هيتحاسبوا. هيحاسب اللي عرف وسكت، سكت، والساكت عن الحق شيطان أخرس. سكت عشان خاف من النرجسي، خاف من غضبه، خاف من بطشه، خاف من إنه يزعله ويبقى هو اللي وحش، خاف من الحق. ما تخافيش، كسر خاطرك مش هيعدي على ربنا بالساهل أبدا أبدا. ربنا هيقويكي وهينصرك ولو بعد حين. دايما قولي يا رب، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، قولي يا رب أرني قدرتك على من ظلمني. وهتشوفي ربنا هيجيب لك حقك ازاي، بحق الأيام المفترجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الحلقة الجاية.